كثير من الرجال بعد سن ال50 بيعانوا من تغير في عادات التبول. يعني ايه؟ يعني يجي يتبول يلاقي نفسه يتأخر شوية، مش البول ما بينزلش بسهولة زي الأول، بينزل مقطع، يتحايل عليه علشان ينزل. بعد ما يخش الحمام مرة ويتبول، يخش بعد 10 دقايق تاني يتبول تاني حبة تانيين صغيرين. يبتدي يلاقي نفسه بيقوم بالليل كتير، ما كانش متعود، بينام الساعة 11 ويصحى الساعة 6 الصبح، ما بيقومش، لا ده ابتدى يقوم مرة واثنين وثلاثة علشان يتبول. لقى كمان ان بقى في حرقان في البول، وفي ساعات كمان بيتزنق، يعني يبقى عايز يتبول دلوقتي حالا، في حالة من الارجنسي، يعني عايز، اذا ما بتبولش دلوقتي هتحصل مشكلة، في عجلة في التبول، عايز يتبول على طول، وبتبقى مشكلة كتير، وخصوصا ان ناس بيقعدوا لفترات طويلة او بيحضروا اجتماعات وما عندوش طريقة انه يخش دورة المية بسهولة. والامور بتتطور اكتر بقى لما البروستاتا بتكبر اكتر، بيحصل نوع من انحباس في البول، يعني يجي يتبول لان مش عارف يتبول، ثم تبدا المثانه في انها تتملي اكتر، ويبقى في الام شديده جدا، ويضطر يروح المستشفى عشان يركب قسطره وينزل البول. دي مشاكل البروستاتا عند الرجال، ما يقال عليه تضخم البروستاتا الحميد.